مسا على الناس الكويسة، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اخيرا يا جدعان، اخيرا والله العظيم فرحانة فرح. اخيرا بقى من الروتينات اللي انا بحبها وبموت فيها واخيرا يعني الحاجة اللي بحبها حصلت ويعني والله الدنيا مش سايعاني. عارفين انتوا؟ عايزة كده اغني اغنية عبد الحليم: يا اصحابي يا اهلي يا جيراني انا عايزة اخدكم في احضاني. ده بجد والله العظيم. المهم ان انا عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. انا مقصره في الفيديوهات الفتره دي، بس يعني ايه كده يعني جديد شديد ان شاء الله. المهم بسلم عليكم، بقول لكم ان شاء الله كلكم تبقوا بخير. الروتين النهارده حلو قوي قوي، عملنا الاكل فيه ونزلت بقى التمرين مع هندا وعملت روتين في البيت. بصوا يعني روتين فاخر من الاخر، ما جمعت بين كل حاجه وحاجه، فاهمين؟ يعني ما سبتش حاجه الا وعملتها. تعبت وكده يعني واتمرمطت النهارده، اتمرمطت. بس الحمد لله، يعني اليوم اللي انا بنجز فيه، اصل هو البني ادم ايه يعني انت تنجزي هتنجزي خلاص انت كده تعتبر ان انت عملتي حاجه كويسه في يومك. انا من الناس اللي هي اخر اليوم لو انا حتى دماغي على المخده حسيت ان انا ما انجزتش النهارده، لا انا بزعل قوي يعني. حقيقي يا ولاد والله انا مش هخبي عليكم، يعني من الناس دي، من الناس اللي انا لازم انجز حاجه في اليوم حتى لو صغننه قد. بصوا اصل هو الانجاز ان انت مش يعني مش هتبني عماره، لا انت الانجاز ان انت بتعملي حاجه مفيده في اليوم. 24 ساعه انت بتعملي ايه؟ هي بتعملي ايه؟ لازم تكوني عملتي حاجه مهمه، حاجه مش مهمه برضو، لا حاجه مفيده ليكي لاولادك لبيتك، فاهمين ازاي؟ المهم بطل رغي بقى، ومش عارفه انا بستعجل الكلام ليه مع انه الفيديو طويل يعني، بس ما علينا. المهم بدأت النهارده كده ان انا ايه اعمل الريسبشن علشان كان مقلوب قلبه. وعايزه اقول لكم ان انا الايام اللي هي فاتت دي العاصفه الترابيه والمطره وجو غريب، يعني جو كده والعياذ بالله. انا مش عارفه يعني، انا والله العظيم انا يعني الشتاء جايه تصيف معانا في الصيف، انا الحاجات دي ما حصلتش في عز الشتاء. ما علينا، يعني هي كله رحمة من عند ربنا. بدأت كده بالريسبشن وايه عملت الركنة ونفضتها من كل التراب، علشان انا هي جنب البلكونة ففي تراب ناعم قوي 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 بيدخل لي. انا ما بعرفش اصلا مصدره منين، انا بحس ان التراب بيتحلل وبيدخل لي على الحاجة جوه. بجد انا قربت ان انا ابني البلكونه دي، انا مش عايزاها، عايزه استغنى عنها خالص يعني، لولا ان هي المنفذ الوحيد للشقه عموما. الحاجه اللي بتنفذ الشقه وتنورها هي البلكونات، لكان الواحد يستغنى عنها من زمان. بس يعني الحمد لله. فمفيش مفر ان احنا ايه بقى ننظف على طول، ننظف تخلصي تقومي تنظفي تاني هتنظفي يعني هتنظفي. مفيش اي يوم بيعدي غير بعد ما غير ان انت تنظفي، فاهمين؟ وبعدين نظافة حلوة، يعني خلينا ما ننكرش بقى ان النظافة حلوة. النظافة، ريحة النظافة، الروائح المنعشة، روائح المنظفات، روائح المعطرات، الحاجات دي بتنعش الواحد، بتخلي الواحد مبسوط ونفسيته كده حلوة. حتى لو نفسيتك متضايقة زي حالتي كده اهو، بس اعملوا نفسكم مش عارفين. يعني انا بجد والله العظيم تراكمات فظيعة الايام دي، انا مش عارفاني، انا مش عارفاني من كتر ما انا مش عارفة يعني، حاسة ان في حاجة غريبة الايام دي. انا مش عايزه اقول انه منقطعه عن الناس، بس في حاجه غريبه يعني، انا حاسه ان انا منقطعه عن حاجات كتيره قوي. فربنا يستر عليا، انا حاسه انا داخله كده بصوا في منحدر الاكتئاب. المهم يا ولاد، علشان اقول لكم يعني مش هجمع بين الاكتئاب والفرح في نفس الفيديو. انا النهارده مبسوطه، مبسوطه ليه؟ لان النهارده ولا اقول لكم بعد شويه؟ لا لا خلاص انا هقول. النهارده اول يوم للسباحه بتاعت هاندا، انا يعني كأم بحس ان انا نزلت حمام السباحه معاها والله العظيم. انا ما بفرحش الفرحه دي وانا رايحه مع تيا في التمرين الجمباز بتاعها، انا بفرح وانا رايحه مع هاندا. منظر الميه ومنظر ان انا بشوف الميه وبقعد كده ساعه ونص بسترخي قصاد حمام السباحه، بحس ان انا لا مبسوطه، ونزلت وصيفت واتفسحت وخرجت يعني حاجات كتير كده في قلب بعض. مش عارفه اوصفها لكم، بس حاجات كتير كده في قلب بعض، ان انا انبسطت قوي، برجع منشكحه. انا اليوم اللي برجع مع هندم فيه من السباحه، هي بتبقى تعبانه ومكسره طبعا ومن العوم وبتاع وجسمها ومن من التمرين وكده. وبعدين الكابتن بيفحتها بصراحه يعني، بصوا اللي هي بيقول لي اهم حاجه تتعب في الميه، اهم حاجه تتعب. فبتبقى راجعة تعبانة، انا ببقى راجعة بقى بصوا نفسيتي بقى في السما، عايزة اعمل كده وكده وكده، بص عايزة اعمل حاجات كتير قوي. المهم ما نسبقش بقى الكلام، انا عمالة اسبق في الكلام مش عارفة ليه.
المهم بقى بصوا، كل ما هو اسطح لازم المعه. انا من يعني انا الاسطح دي متلمعه خلاص، انا كده الدنيا نظيفه عندي. عينيا لو وقعت على حاجه فيها تراب احس لا ايه ده، هقوم انضف. لازم اقوم انضف، مش هقوم مثلا امسح الحاجه بس اللي انا شفت عليها تراب. لا ده اكيد هي عليها تراب ودي عليها تراب ودي عليها تراب، لا لا لا، انا اقوم اعمل الشقه كلها بقى بالمره بقى. فاهمين؟ فلا انا الحماسه بتاخدني والله العظيم، بس مش عايزه اكدب عليكم، يعني انا اوقات الحماسه تاخدني وان انا اعمل حاجات كتير بقى في اليوم الواحد وبتاع، واوقات لا، انا مش عايزه اعمل حاجه خالص. انا عايزه انام، انا عايزه امسك الموبايل وبس. فاهمين؟ لا انا يعني ايام تبقى الحماسه اخداني، وايام لا. بصوا الرخام، بصوا الرخام، شفتوا انتوا اللقطه اللي فاتت دي؟ شفتوا كميه التراب اللي بيبقى عليها؟ مش هتكلم والله، علشان بس ما حدش يقول لي انت بتقعدي تنضفي على الفاضيه وعلى المليانه. لا لا لا، مفيش حد بينضف على الفاضيه، مفيش حد بيقول يعني تعبني يا رب، او ان انا تعبانه. تعبني يا رب، او ان انا عايزه اتعب نفسي. لا لا لا، مفيش الكلام ده. المهم بقى قلت اريح شويه، وطلعت بقى على الزرع، قلت ان انا ايه، خلي بالكم انا عملت البلكونه، نفضتها تمام التمام وسيقتها وفرشت النجيله. وقلت بقى ان انا ايه، اروق على الزرع ده اللي انا يعني من وقت ما بدات التمرينات مع البنات وانا حاسه انا مهمله سيكه فيه يعني. بصوا بس انا ان شاء الله ناويه يعني هعمل حاجات كتيره قوي في البلكونه دي الفتره اللي جايه باذن الله. بس انا ايه، عايزه بس وقت. بصوا عايزه وقت. حاسه ان انا حشرت، حاسه ان انا محشوره في الايام اللي فاتت دي، والايام اللي جايه ابقى. بصوا انا في الاجازه والله العظيم ببقى اكتر بكتير 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 يعني مشغوله اكتر من الدراسة والله العظيم بجد ببقى. بس بصوا برجع واقول الانشغال رحمة، انا بحب نفسي مشغولة. يا رب يعني بصوا خليني مشغولة على طول يا رب، انا دايما كده، يا رب خليني مشغولة على طول يا رب. خليني مشغولة اطول فترة ممكنة. الانشغال بيخليكي ما تفكريش، ما تزعليش، ما تكتئبيش، مخك ما يوديش وما يجيبش وحاجات كده. فاهمين؟ الانشغال رحمة يعني، مع المقولة دي فعلا. الحمد لله يا رب اجعلنا دايما مشغولين، مشغولين بقى بشغل، مشغولين بأفكار بقى، مشغولين ببيت، مشغولين بأولاد، مشغولين بمواعيد، مشغولين مع ناس، مسحولين مثلا. فرحك قرب، مخطوبة بتجهزي لجهازك، بتكملي تعليمك، بتعملي دراسات، حالك زي حالي كده، الأم اللي هي المفحوتة بقى مع بناتها بقى واولادها في تمرينات وعايزه تشغلي وقتهم، ومش عايزه تضيعي وقتهم في التلفزيونات والموبايلات وبس مشغوله. فاهمين؟ انشغال بقى البني ادم اصلا يعني وقته لو انت قعدتي كده تدوري على حاجات تعمليها والله ما هتلاقي وقت. فصلت، انا فصلت في نص الفيديو ده كده وانا بنضف، انا فصلت. قلت يا بنت روحي بقى هاتيلك كده رغيفين عيش، حته جبنه، وحته كانتالوبايه، وبصي سك اسمها ايه، سك على البك او حاجه كده، سكتم بكتم. يعني ما تقوليش لحد في الخباثه كده، مفيش خباثه بقى، انا البنات صاحيين بقى معايا وكده، مفيش خباثه. يعني اللي عندها اولاد كده مفيش خباثه، مفيش، مش هيهنوكي على حاجه لوحدك. يعني بألف هنا وشفا طبعا. المهم قطعت الكنتالوبيه، كانت هي الوحيده اللي عندي في التلاجة. قلت لها تعالي انت قاعده تعملي ايه، تعالي تعالي. قطعتها بقى ورحت ايه بقى، سخنت رغيفين عيش على النار. ويا لهوي يا لهوي على الحركه دي، بموت فيها، انا بموت في العيش المسخن كده على النار ومتحمص كده ويبقى مشدود كده اهو. مش بقى نظام اللسوعه بتاعت الميكرويف وبتطلع لي العيش. والله بحس العيش بيبقى مسلوق. مش عارفه، ما ماليش انا في جو الميكرويف خصوصا في العيش. الميكرويف عندي اللي هو ايه كمان، ميكرويف حلو في التسخين، بس انا بحبه اكتر اكتر في فك الحاجه. فك الحاجه بينجزني. فاهمين؟ هنا بقى القلاية، يا لهوي. القلاية دي اللي كنت بقى وانا جايباها بقى، بصوا ما بخليهاش يوم تقعد والدهون فيها. ممكن بقى تبات لي تاني يوم، احمر فيها كفتة، ارمي فيها مش عارف حتتين كب كيك اعملهم، احمر فيها البصل بتاع الكشري زي الفيديو اللي فات. بصوا واسيبها بقى وانتي ونصيبك، هتتنضفي هتتنضفي، هتروحي فين يعني؟ المهم هتطلع شويه ميه سخنه زي ما قلنا، بنسيبها تبرد تماما، وبنحط لها بقى بتاع شويه ميه كده سخنين وشويه بريل تمام، واسيبها بقى. هنا بقى قلت لبت المطبخ بقى ملطش من تحت، وبصوا شكله وحش جدا بصراحه يعني. يعني بصوا المطبخ متلطش بقى وفي يعني بقع وحاجات، قلت بس مفيش الا الليفه والصابونه ويديله ادي واغسله غسل.
طبعا الجزء التحتاني بس هو اللي بيستفاد بالموضوع ده، لانه ايه مش هينفع ان انا اعمل الموضوع ده في الجزء الفوقاني، دي تبقى مليطه، الميه هتنزل فين ولا فين، ولا على الرخام ولا على البوتاجاز مش هقدر طبعا. فهي بتتعمل بقى ايه في الجزء اللي هو من تحت، واللي من فوق بلمعه عادي. والارضيه بقى اديتها كده بالمكنسه، يا سلام، وشويه الرغاوي اللي نزلوا من المطبخ وتدعك كويس بقى الارضيه. بصوا هتقلب لكم، عارفين انتوا الارضيه اللي هي الPDF او مش عارف اسمها ايه، هي الPDF حاجه كده دي. بصوا مع انها مش PDF ولا حاجه، بس هي بتلمع بقى. هي اساسا البلاط بتاع المطبخ عندي مط، فما بيلمعش، فصعب ان انتي تحسي بنظافته، فاهمين؟ الا لو عملتي الحركه دي، ميه كتير وصابون كتير ورغاوي وعلى البلاعه، وبصوا هي دي تحسوا بقى بنظافتها. تمام. بلاش نقول البلاعه، نقول البيبه، ماشي، علشان نبقى ناس كده حلوين ومتحضرين. هنا بقى ايه القلايه كده بقى ايه بعد ما خدت ودت مع نفسها، والميه السخنه دوبت الدهون بالسبونشه بتاعتك بقى، واديله بقى ادي براحتك. اهم حاجه هي ناعمه ومش خشنه ومش هتجرح الجسم بتاع القلايه، الطاسه نفسها ولا الشبكه بتاعتها. على فكرة يعني أنا بشوف لها فيديوهات الناس بتشتكي منها، شكوى شكوى المر بجد في تنظيفها، مفيش أسهل منها على فكرة يعني، سهلة جدا جدا، ولا بتخزن دهون ولا بتجمع دهون ولا أي حاجة، بس انت تغسليها في وقتها، وما كانش في وقتها بعدها بيوم على طول، المهم ما تسيبهاش أكتر من كده. نغسل بقى الحوض، تمام، شويه من البودر بتاع الليم واديله بقى. بصوا يعني الحوض ده اخر حاجه تعمليه بقى، علشان ايه تحسي بنظافته، مش تعمليه في الاول وتيجي بعدين تحطي فيه حاجات مدهننه وحاجات لسه بتدوبيها وحاجات بتنضفيها. لا، انت خديها من قصرها وخلي الحوض ده اخر حاجه. طبعا دي معلومه لا غنى عنها يعني، مش جديده يعني، بس بحب اكد عليها، لا تكون عروسه كده ولا تكون بنوته كده لسه بقى مفيش خبره، فاللي هو كده. تمام. ندخل بقى يا معلم على تجهيز الغدا. دخلت بقى كان عندي كده ربع كيلو سجق، كان بقى ايه بقى هو بقاله كتير في الفريزر، قلت له تعالى انت قاعد، انت كمان قاعد بتعمل ايه هنا؟ قلت له تعالى غدوه سريعه كده. تمام. قطعت بقى فلفل اخضر كتير، يعني عايزه السجق يطلع حلو، يبقى تقطعي فلفل كتير، فلفل اخضر بقى، فلفل الوان براحتك واللي متاح عندك وحسب امكانياتك. انا هنا استغنيت، والنبي انا عندي فلفل الوان في الفريزر، بس انا هنا قلت لا، انا خلاص كفايه الفلفل الاخضر ويأدي غرضه زي الفل. ليه؟ يعني الفلفل الالوان بيدي منظر اصلا بس ما بيديش طعم، ما علينا يعني. قعدت الطاسه بقى على النار، ومعلقتين زيت كده محترمين ومعلقتين سمنه زبده اللي يريحك، وهنزل بالسجق. اهم حاجه يبقى الطاسه سخنه كده. تمام. تقليبتين كده وبشوحهم لحد ما السجق بس ايه ياخد كده وضعه. تمام. وفي النص بقى بحط معلقه من ايه الهريسه الشطه بتاعتي اللي انا عاملاها دي بقى. انا ندمت والله يا جدعان ما كترتش منها، انا السنه الجايه ان شاء الله هعمل منها برميل بقى، مش برطمان، ده انا هعمل منها برميل. بحطها في اي حاجه بتديها ما شاء الله طعم رهيب وريحه رهيبه في اي حاجه. المهم حطيت بقى بصله متقطعه رفنع قوي قوي، وحطيت بقى الفلفل، وبعدين نزلت بالطماطم، وظبطي بقى شويه ملح على شويه فلفل اسود. وما تنسيش ان السجق اصلا بيبقى يعني فيه ملح وفيه كده، بس انت ظبطي الطعم يعني، طعميه تاني لانك حطيتي بقى طماطم وبصل وفلفل، فكل ده بياخد من الملح بتاع السجق. تمام. شويه فلفل اسود وكزبره، شويه ملح، وبس، وخلص الكلام. واسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها، الميه تنزل الطماطم، الطماطم هي اللي بتنزل الميه بتاعتها وكده. تمام. كان عندي هنا نص كيلو بانيه، كنت لسه جايباه من السوق وكده، قلت ان انا بحب الصراحه اشيله جاهز، علشان لما اطلعه، خصوصا انا بقول لكم انا ببقى محشوره في الايام بتاعه الاجازه دي، ما عنديش وقت نهائي، فبطلعه بقى على على الآلية على طول. تمام. هنا جبت بقى عيش فينو، وقلت ان انا اقضيها سندوتشات عشان يبقى سهل كده، وخلص بقى بلا اطباق بلا بتاع وبلا ربكه يعني، بنجز. وخصوصا لما بيكون اليوم بتاع هند ده بالذات، بحتاج ان انا انزل بدري ساعه وقبلها مش عارف ساعه، بصوا حوار، فعايزه وقت، الوقت بقى يسهلي بقى على نفسك.
طالما حاجة تنفع تعمل سندوتشات اعمليها سندوتشات. حمرت بقى بطاطس وعملت سلطة وعملت سلطة طحينة، بس الحاجات دي انا مصورتهاش، ده بقى طبعا يعني الفيديو هيبقى مليون دقيقة. المهم بوريكم بقى المختصر المفيد. عملت السندوتشات، عايزة اقول لكم الصوص نفسه اللي طالع من السجق ده حاجة يا لهوي، يا خرابي، حاجة حلوة قوي 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 والله العظيم. يعني بصوا الريحة بقى يا لهوي ما اقولكوش. عملت بقى سندوتشات كتير 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 ما شاء الله اللهم بارك، ما عادش ولا سندوتش منها. انا كنت عامله ان انا هاخد منها مع يعني معايا مع التمرين بتاع هند، لان هند بتطلع من الحمام السباحه بصوا خلصانه جعانه جوع، وده السبب اصلا اللي خلاني بدربها سباحه، يعني من ضمن الاسباب. المهم هنا بقى بشرت طماطميه وبصلايه، تمام، وحطيت بقى 2 بيضة، وحطيت شوية لبن وشوية ملح وفلفل اسود وعملتهم كويس بالشوكة، تمام. وبختصر بقى الخطوات دي، وبحط معلقتين من الدقيق، وبعدين بقى وبقلبهم كويس جدا ويفكوا التكتلات بتاعتهم، وبنزل بالبانيه. البانيه بقى بسيبهم بقى ممكن ساعة 2 3، ممكن احطهم في التلاجة ولما ارجع لو في وقت بسيبهم ساعة واعملهم بالبقسماط واشيلهم على طول. حسب طبعا ده وقتك وامكانياتك والدنيا اللي انت فيها وسارحة فيها ازاي بتعملي، تمام. كل واحدة وعارفة طبعا بيتها ماشية ازاي. طيب، حطيت بقى البانيه فيهم وسبتهم بقى. انا لما رجعت من بره رحت عملتهم بقى بالبقسماط بقى، يعني كانوا بقى اخدوا التتبيله وكده، بصوا كانوا حاجه حلوه قوي. هنا بقى لبست وقلت انها قلت لكم انا السندوتشات خلصت، فلازم اخد حاجه بتاكلها هند لازم. فطبعا مش هصعب على نفسي الدنيا، يا اما جبنه يا اما مربى، اي حاجه موجوده في التلاجة بصراحه، اي حاجه سريعه، اي حاجه ما تحتاجش وقت. رحت بقى فتحت الفينو وحطيت لها بقى جبنه، كانش فيها الا جبنه باين، وعملت مربى، عملت جبنه ومربى، تمام. وطبعا يا بنات بقى بصوا هندا، بص هندا عماله بتعمل حركات من ورايا، انا مش شايفاها طبعا بتزيد، وكانت مبسوطه ما اقولكوش قد ايه كانت مبسوطه زي مامتها. يعني عايزه اقول لكم ان انا النهارده انا فرحانه، بقى هو ده السبب الفرحه، انا قلت ولا ما قلتش؟ قلت. بس المهم كوباية القهوة بقى المتينة اللي انا بعملها، علشان هي دي بقى اللي بتفوقني لاخر اليوم. بصوا لا تقولوا لي كذا ولا كذا ولا كيني ولا ماني، لازم القهوة، ده لازم علشان اظبط نفسي واظبط الانفوخ بتاعي، لازم كوباية القهوة بقى. والله العظيم ومن اول شهر حامله وبشربها وسايباها على الله ومش عارفة في بس يعني انا حاسة ان انا حاسة ان انا ماشية بدماغي يعني، بس ما علينا يعني. المهم ما اقدرش استغنى عنها يا جدعان، وبشربها بلبن علشان بخفف، يعني بخفف بخفف الضرر بتاعها شويه. بس عملت السندوتشات وحطيتها في اللانش بوكس. خلصت بقى السندوتشات كلها، تمام، وابتديت ان انا اروق مكاني. وبعدين القهوه هي بقى بصوا ما ظبطتش في الفنجان، قمت جايبه الكوبايه على طول. انا بكترها شويه الصراحه، يعني بكترها شويه لان هو مره واحده بشربها في اليوم، فبقول بقى بالمره يعني. وبصوا بقى بصوا بقى بشرب الفيتامينات بتاعتي بعد القهوه او قبل القهوه، يعني حاجه كده. بصوا الله المستعان عليا بجد يعني، والله ربنا يصلح حالي. قال يعني الفيتامينات كده هتحوق معايا، وان انا القهوه مش هتضرني، يعني دي حاجه ودي حاجه اصلا. بس انا المفروض ان انا بس عايزه اقول لكم ان انا بصراحه موضوع الفيتامينات ده فرق معايا قوي، خصوصا في ضوافري كانت ضعيفه بجد بطريقه، بتتكسر لما بغير كيس الملايه، الكيس المخده بتاعت السرير، بتتكسر معايا، فرقت معايا قوي قوي. المهم نزلنا انا وهندا، نزلت علشان اشتري لها البنيه بتاع السباحه، لان بتاعها الاولاني هو اتقطع الصراحه من السنه اللي فاتت وكان صغير، قلت ان انا اشتري لها واحد اكبر شويه. قعدت ادور على القسم بتاع البونيهات وكده والنضارات والحاجات دي، ففين وفين مش عارفه انا كنت مش مركزه ولا هو كان قدامي وانا عماله ادور عليه والله. المهم قعدت بقى ان انا ادور عليه لحد ما لقيته، قعدنا بقى نختار. وكنت وكنت عايزه اشتريها، مشكله ان انا ما عنديش خبره في المقاسات بتاعتهم، يا بالشكل كده يا هندا خدي ده يا هندا مش عارفه. فاخدت لها بقى، قعدت تقول لي هاتيلي الملون وانا مش حابه الالوان الكتير في بعض. قلت لها لا انا عايزاه لونه ساده واحد بس، تمام، وشوفي انتي بقى. المهم اخترنا بقى اللون لونه ازرق، علشان كان حاساه كده ان هو يعني حاسه ان هو هيطلع مظبوط عليها، كان اكبر شويه. بتاع السنه اللي فاتت على فكره كان ازرق على ما افتكر، هو كان ازرق بس كان صغير شويه، فانا وكان بيضايقها على ودانها، فحسيت ان ده مناسب.
حسيت ان ده مناسب وكويس، وقلت لها خلاص هناخد ده. وكمان كان ايه بقى باقي على التمرين حاجة بسيطة قوي، قلت لها يلا علشان احنا اتأخرنا. فبصوا بقى بتبعت لكم بوسة. بصوا كانت مبسوطة ازاي، كانت مبسوطة وعمالة تهلل بقى وتتنطط، وكانت مبسوطة قوي قوي. بصراحة انا كنت مبسوطة اكتر منها. زي ما بقول لكم، انا منظر المية لما بشوفه يا لهوي بحس نفسي ان انا ايه، ان انا والله رحت صيفت كده يومين تلاتة. بصوا كانت بتاخد بقى ايه، عايزة تاخد على المية علشان الجو ساقعة، كانت عمالة تقولي سقعانة يا ستي خديني جنبك وبتاع، انت كمان معترضة يا شيخة اسكتي بقى. بس قعدت بقى بتفتكر بقى، وكنت بقى يعني بضحك عليها لان هي اساسا جسمها صغنن قوي، وهي بتعوم كده في المية بتحسسني ان هي شبه السمكة الصغننة قوي. هنا بقى الكابتن كان عمال يقول لها بقى اشتغلي ضربات رجلين علشان ايه تسخن بقى، عايزة هي تسخن وترجع بقى ايه لذكريات زمان، لان كده يعتبر ايه هي ما نسيتش، بس طبعا جسمها إيه يعني خامل شوية مش نشط بالنسبة اللي ايه ان هي تبقى نسيت. يعني بقى لها سنة تقريبا صح، من السنة اللي فاتت. قعدت بقى، هو سابها تلعب بصراحة أول يوم ده سابها تلعب فيه، كانت ماسكة البوردة عمالة تطلع وتيجي بيها، وقال لها أهم حاجة ان انت ايه تشغلي رجليكي وكده. بس يعني الحمد لله افتكرت بسرعة، حسيت ان هي مستجيبة. بس تعبت شوية، تعبت لدرجة ان هي الوقت يعني كانت هتعيط، ايه ده انا تعبت، قلت خلاص اطلعي وكده وخلاص بقى نكمل المرة الجاية. يعني كانت تعبت بجد، قلت لها اطلعي خلاص اطلعي ونطي. هي بتحب بقى تقف على الحافة او تقف على المدرجات اللي هي بتبقى مترقمة دي وتنط بقى في المية. قلت لها خلاص هو وقت لعب وقت لعب، خلاص بقى انت كده تمام. وان شاء الله من الحصة الجاية ان شاء الله تبقى احسن من كده باذن الله. يا بنات تكونوا اتبسطتوا مع الفيديو ده، وانا بشارككم كل حاجة. متنسوش بقى ايه اللايك والكومنت الحلو بتاعك، ولو انت لسه جديدة ما تنسيش تشتركي في القناة بتاعتي، وان شاء الله هتعجبك بإذن الله. يلا يا بنات تصبحوا على ألف خير، باي باي.